السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير حواء. ان شاء الله في هذا الفيديو نلقاكم كامل مهنيين ومتفائلين. اليوم الشيرات جبت لكم وصفة من وصفات حواء اللي تنفعكم دائما في المطبخ. هذه الوصفة ما راهيش طبخ بصح دائما في مجال المطبخ. هذه الوصفة تنفعكم الشيرات في حياتكم اليومية وحل نهائي للمشاكل الزوجية. الشيرات عن التجربه نتاعي بغيت نصور لكم التجربه نتاعي مع ورق الرند ونعطيكم الفائده تاعه، وجربوها الشيرات والله العظيم تلقاو عليها نتيجه 100%. ورق الرند تلقاوه في المطابخ العربيه، في كل بلد عربي تلقاو فيه ورق الرند. هذا هو اللي ما يعرفاش، كل منطقه ولا كل بلد وكي تسميه، كاين اللي يسميه ورق الرند، كاين اللي يسميه ورق الغار، كاين اللي يسميه ورق سيدنا موسى. هذه الوصفه الشيرات اللي عندها عكوسات في حياتها الزوجيه، دائما عندها نفور بينها وبين الزوج، دائما عندها مشاكل بينها وبين الزوج، تجرب هذه الوصفه. اللي عندها مشاكل بينها وبين ولادها، دائما عندهم مزقه والحس في الدار ونعيو الشيرات من هذا الحس وهذا الزقه، تجرب تاني هذه الوصفه. تاني اللي عندها عكوسات، يعني تبغي تدفع دوسي هكا ما ينجح لهاش، دوسي تاع خدمه ولا دائما هكا تبغي تدفع دوسيها ومن بعد قاع تقرب الحاجات تاعها ولا الطموح تاعها اللي تكون باغا ديره، ومن بعد كل شيء يعاود يولي في عكوسات. تاني اللي عندها مشاكل مع زوجها، يبغي مسكين يبغي يخدم هكا ويدفع السي في تاعه ويقرب قاع يبغي ينجح ومن بعد كل شيء يعاود يتعكس له، ديروا هذه الوصفه صدقوني الشيرات عن تجربه بالقران والرند، بايه قرانيه والرند. هذا ما كان شيرات ننصحكم بها. واللي تاني عندها مشاكل مع اولادها، يكون الله يبارك يقروا غايه، وفي هكا بين دقيقه ودقيقه تلقى اولادها صاي يبداو تنقص النتائج تاعهم في القرايه. كيما انا هكا جربتها شيرات مع بنتي، وكاع انا بنتي كتجيب الله يبارك النقاط، ومن بعد بشوي بشوي بدات تتراجع في النقاط تاعها. جربت هذه الوصفه شيرات، درتها وعلى يقين والحمد لله يا ربي. درتها تاني مع ولدي الصغير، ما يبغيش يحفظ ما يبغيش يقرا، كان يقرا في البدايه ومن بعد بدا يولي في حاله تراجع. هذه الوصفه الشيرات تنفعكم الجميع جميع الاشياء اللي تكون عندكم في حياتكم اليوميه. اليوم غادي نعطيكم زوج وصفات. هذه الوصفه الاولى تاع 7 ورقات رند، ونتاع فوائد الرند من نحرقوه. الشيرات الحاجه اللي ننصحكم بها وضروري، يعني ماشي تقولي ندير الوصفه ونجربها، لا ديريها على يقين، على خاطر فيها القران. اللي ما يشفيهش القران الشيرات تسمحوا لي، اللي ما يشفيهاش القران لا شفاء له. جربوها الشيرات، ديروها على يقين تلقاو فيها نتيجه 100%. نبدو في الوصفه. هذا هو ورق الرند، تروحوا عند العشاب قولوا اعطينا الرند، يعطيكم رند قد 5000 ولا، وهو ماشي غالي كيما تعرفوا نطيبوا به وكاع. نديروا 7 ورقات رند يكونوا صحاح. هذه وحده، زوج، 3، 4، 5، 6، 7. هادو زوج ورقات غادي نوريكم بهم وصفه واحده اخرى. شنديروا نجيبوا ورقه تاع الرند كيما هاك، نقدموها عند فمنا ونقروا ايه الكرسي. آية الكرسي كيما نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ونفخوا فيها كيما هكا، تنفخوا فيها. هذه الورقه الاولى. الورقه الزوجه ثاني نفس الشيء، نقرأ عليها آية الكرسي. والورقه الثالثه نقرأ عليها آية الكرسي، خاطر دائما تجيني اسئله وتتعاود. هذه آية الكرسي، الزوجه آية الكرسي، الثالثه ثاني نقرأ عليها، الرابعه نقرأ عليها، الخامسه والسادسه والسابعه. قرينا عليهم كامل بالوحده قرينا عليهم آية الكرسي ونفخنا فيهم. في كل وحده اللي تقرايها تنفخي فيها. ومن بعد هذه الوصفه شيرات تنفع الرجال والنساء، ماشي زعما غير النساء ولا. نديروا هكا
هكا كتانه بيضاء ولا بابي ولا نديرو فيه ورق الرند نتاعنا اللي قرينا عليها القران، اللي قرينا عليه ايه الكرسي كيما هاك 7 ورقات هكا، وديريهم تحت الوساده نتاعك كيما هكا كيما هاك، وديريهم تحت الوساده، ديريهم تحت الغلاف تاع الوساده تاعك ولا تحت الوساده تاعك، واللي راجلها زعما كيما نقولوا هكا شك هاك زعما كاين بزاف رجال هكا يشكوا كاع، ديريها تحت الناموسيه كاع تحت السرير تاعك، ديري هاد الورق الرند. ضروري تخلوها 7 ايام، 7 ايام تحت الوساده تاعك. ديري تاني 7 كيما هكا لولدك و7 لبنتك، 7 كل افراد العائله يديروها تحت الوساده نتاعهم. ضروري 7 ايام، ومن بعد تخليها دائما تحت الوساده. الا شتيهم هذوك الورق الرند بالوقت يتفتتوا كاع، احرقيه في النار. شوالات دائما خليه تحت الوساده. صدقوني الشيرات عن تجربه، اللي يكون عندها النفور بينها وبين الزوج تاعها، صدقوني والله العظيم وراني نحلف لكم بربي الا تلقاي راحه انت والزوج تاعك وداك النفور يروح. على خاطر الا كانت عندكم عين ولا حسد ولا مس عاشق ولا واحد ما يعرف الشرع عنده، الرند ما يبغوش الشياطين، ما يبغوش ريحه الرند. وزيد رانا محصنين بايه الكرسي. صدقوني الشيرات عن تجربه والله العظيم راحه نفسيه غادي تلقاوها. ديريها تاني تحت الوساده تاع ولدك ولا بنتك، صدقوني غادي الصباح يولي ينجم يقرا يلقاو راحه في غايه روعه. الشيرات جربوها وكتبوا لي في التعليقات، واللي ما فهمتش كاش حاجه ولا تكتبوها لي في التعليقات. اللي تقولي زعما ندير كذا كتانه لون تاعها ولا اي لون، المهم تكون نظيفه. وديروها تاني على طهاره، يعني ما تكونيش هكا مسخه ولا على جنابه ولا تكون فيك العاده الشهريه ولا، يعني تكوني نظيفه. هذه الوصفه الاولى. الوصفه الزوجه الشيرات اللي دائما يكون عندها الحس والزقه في الدار وكاع، تشعل هكا ورقه رند وحده ولا زوج. هادو 2 ورقات رند قادرين ينظفوا لكم الدار من الطاقه السلبيه. دوري بهم كاع الدار كيما هكا، تشعلي على الورقه تاع الرند كيما هكا كيما هاك، ماشي تحرقيها، غير تحرقي وتطفي كيما هكا يطلع هذا الدخان. ودوريه كاع على الدار نتاعكم واستنشقوه. عطي الافراد العائله تاعك يستنشقوا هذا الرند كيما هكا، هذا الدخان هذا، ودوري كاع على الدار. شاولا ما تروحوش للحمام اعزكم الله، المرحاض والحمام ما تدخلوش فيه الدخان تاع الرند. يعني دوري على الدار، دوري على المطبخ، دوري على لي شومبر، دوري على كلش. صدقوني الشيرات تتكالما الدار اللي يكون عندها الحس والمشاكل في الدار، جربوها والله العظيم تروح عليكم كاع المشاكل والحس. تشوفي روحك فيك طاقه سلبيه، ماشي منجمه تنوضي تقضي صوالحك ولا الحاجه اللي ديريها تتعكس لك، قضبي 2 ورقات رند كيما هكا، شعلي وطفي واستنشقيه كيما هكا، ما تخليهاش تتحرق. هذا الدخان هذا كي يطلع هذا فيه فائده كبيره. شوفوا الشيلات، هذا الدخان هذا يقلع عنا الطاقه السلبيه ويقلع عنا المشاكل وتتسرح لنا ان شاء الله كامل امورنا. ونتمنى لكم الشيلات كامل النجاح في حياتكم اليوميه وحياتكم الزوجيه والعائليه. ان شاء الله نكون نفعتكم بهذا الفيديو ولو بالقليل. ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ما تنساوش اللايكات، واللي عندها كسؤال تكتب لي في لي كومونتير، واللي جربتها ولقات عليها نتيجه تاني تكتب لي. نتمنى لكم الشيرات كامل النجاح في حياتكم. نشكركم كامل على التعليقات الإيجابية تاعكم، نبغيكم ونموت عليكم، ونخليكم في رعاية الله وحفظه. إلى الملتقى بحول الله.